بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وعربية مرسيدس 3 أجزاء بمعنى إن السقف ده متغير بتاع العربية مغيرة سقف ومغيرة النص الخلفي. طبعا العربية اللي مغيرة 3 أجزاء صعب جدا التراخيص بتاعتها. طبعا هنا السقف متغير زي ما احنا شايفين كده مع بعض، في قطعية وفي تغيير للسقف، بالإضافة إلى إن النص الخلفي بتاع العربية أيضا متغير. طبعا احنا هنرفع العربية، بعد العربية طبعا صاحبها اشتراها جابها من الصعيد، طبعا ما فيش مراكز فحص هناك ولا حاجة، فللأسف اشترى العربية كده بشكلها وجابها على هنا. طبعا لما رفعنا العربية وشوفنا هنلاقي العربية مع بعض كده مغيرة النص الخلفي. طبعا المعجون اللي بيطلع معانا ده مكان تركيب النص الخلفي، حتى الشكمان في النص الخلفي قطعه، يعني هو حتى مش مغير الشكمان، قاطع برضو الشكمان. طبعا احنا بنحذر الناس وبنوعي الناس ان العربية 3 أجزاء، علشان ما تلبسش في عربية. افحص العربية قبل ما تشتريها في اي مكان يعجبك. طبعا لازم تتأكد ان انت بتحط فلوسك في عربية سليمة. صاحب العربية دي طبعا لازم يرجعها تاني، وانا نبهت عليه ان هو يرجعها لصاحبها تاني، لان العربية صعب جدا ان هي ترخص، لان العربية 3 أجزاء. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أرقام أخرى أو أسماء أخرى.